هقولك على مهارة جميلة قوي ومفيدة جدا في سباحة الباك، هتساعدك كتير وهتطور مستواك. بس قبل ما اقولك عليها سيبلي في الكومنت وقولي انت بتمرن سباحة فين وبتتابعني منين. وقبل ما نكمل لازم تعمل لايك وتشيل الفيديو عندك، علشان لما توصل ان انت تبقى بتتمرن سباحة وعايز تطور من مستواك لازم تعمل المهارة دي. المهارة اللي انت شايفها دلوقتي وبنتكلم عنها هي اسمها مهارة الباك فينينج او احساس الباك. ان انت بتعمل تأديب بايدك، ايدك بتكون رايحة جاية جنب جسمك، ورجلك شغالة ضربات رجلين باك، وراسك زي ما انت شايف في الوضع ده مظبوطة. مهم جدا ان انت تفرد رجلك في ضربات رجلين الباك. يعني هنا في الفيديو سباح اللي عايم او المتدرب اللي انتوا شايفينه مش فارد رجليه، الصح ان احنا نفرد رجلينا اكتر من كده ويكون جسمنا غرقان اكتر. راسك بتكون راجعة لورا ورجلك شغالة ضربات رجلين قوية هي اللي بتحركك، ايدك هي اللي بتكون شايلاك. بيكون عندك احساس المية كويس وتقدر تتابع الحركة دي كتير وتشتغل عليها ياما لغاية لما مستواك يتحسن في سباحة الباك. ليه بنستخدم المهارة دي وبنعملها ليه؟ الشاطر هو اللي يقولي في الكومنتات. وهقولك على مهارات كتيرة قوي في سباحة الباك، بس مش هنزلها في الفيديو ده، هنزلها لك في فيديو تاني. وخد بالك ان انا منزل فيديو كامل بيتكلم عن سباحة الباك وازاي نطور سباحة الباك. بس اول حاجة في سباحة الباك لازم تفهمها كويس جدا وترجع تتفرج على الفيديو بتاعها، هو طفو باك، فلوتنج باك. فلوتنج باك ده مهم جدا. لو عملت فلوتنج باك 5 ثواني هيساعدك كتير قوي ان انت تبدأ تشغل رجلك وان انت تبدأ تشغل دراعاتك، وان انت بعد كده توصل للمستوى اللي انت شايفه ده، ان انت تفصل الحركة ما بين ايدك ورجلك، تبقى رجلك شغالة بتعمل ضربات رجلين وايدك رايحة جاية جنب جسمك. تابعني الفترة اللي جاية عشان بننزل فيديوهات قوية جدا بنتكلم فيها عن السباحة وعن اهم مهارات السباحة وازاي تتجنب الاخطاء وازاي توصل بمستواك للاحترافية في وقت قليل جدا.